تخيل ان انت تقدر تعمل موقع الكتروني او صورة احترافية او كمان تقدر تعمل لوجو او تنشئ تطبيق على الموبايل او تعمل عروض تقديمية، وكل ده باستخدام اقوى موديلات الذكاء الاصطناعي. والاجمل من كده ان الموقع ده مجاني تماما. يلا بينا نشوف شرح الموقع. زي ما احنا شايفين كده دي واجهة الموقع معانا. هنا تقدر تغير اللغة اللي انت عايزها، تقدر تخليه اللغة العربية الانجليزية، وبتختار من هنا اي لغة انت عايزها. وهنيجي عند اول اوبشنز معانا، بالك ان هنا بيقدر يستخدم كلود، تقدر تستخدم شات جي بي تي، بيقدر يعمل كل الحاجات اللي انت عايزها باكتر من اداة ذكاء الاصطناعي. الموقع قوي جدا. فتعال نختار اول حاجه معانا او نجرب اول حاجه معانا الويب سايت. تعال نكتب له بقى هنا اي برومبت انت عايزه، اكتب له اي حاجه سواء عربي انجليزي. هنا بقى الاختيارات اللي بعديها، لو انت عندك مثلا صوره وعايز تعمل زيها، يعني تكون مرجع للذكاء الاصطناعي، بترفعه. هنا بتبدا تختار الفاست وفي البرو وفي الماك، والثلاثه بيشتغلوا مجانا. فانا هختار الفاست، وهنا بقى بيبدا ان هو يعدل لك البرومبت بالذكاء الاصطناعي. يعني مثلا لو انت عايز تعدل صيغه البرومبت اللي انت كاتبه، سواء انت واخده من شات جي بي تي او انت كاتبه بايدك، فانت بتضغط هنا بيبدا يعدل لك الصيغه تبقى متناسقه او مناسبه للموقع نفسه. فانا هخلي كل حاجه زي ما هي، وابدا ان انا اعمل ارسال للموقع واشوف هيعمل ايه. طبعا انت هتستنى لحد ما يبدا ان هو يجمع ويعمل الفكره اللي انت طلبتها منه. تعالى كده بص، بدا ان هو يعمل لنا الموقع او الحاجه اللي احنا عايزينها. لو خدت بالك هو كاتب لك من 1 ل5 راوند. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو بدا يعمل لك الموقع ده باستخدام 5 نماذج ذكاء اصطناعي، وهنا بيبدأ يخيرك هنا A او B. خلي بالك انت بتقيم هنا انت انهي موقع احسن او انهي اللي عجبك اكتر. فتعالى كده نكبر حاجة حاجة. تعالى نكبر دي كده ونبدأ نشوف. زي ما احنا شايفين قدامنا عمل لي الفورم اللي انا طلبته، تسجيل بيانات موظفين. طبعا انت بتقدر تعمل اللي انت عايزه، ده مجرد مثال. ببدأ ان انا اكتب هنا الاسماء، بكتب بقى هنا بيانات الموظف واعمل تسجيل. طب تعالى كده نشوف التاني، الشكل التاني. زي ما احنا شايفين عمل لي شكل تاني خالص. هبدأ اكبر كده واشوف. زي ما احنا شايفين جاب لي هنا حاجة اكتر، جاب لي مثلا الاسم هنا بتاع المدير الموارد البشريه، وجاب لي تقارير، وجاب لي هنا الموظفين والصفحه الرئيسيه، جاب لي رفع مستندات واعداد العقد، وجاب لي البيانات. وبعد كده بعمل التالي زي ما احنا شايفين، وابدا اكتب البيانات بتاعتي وارفع صوره شخصيه. طبعا انت بتقيم، خلي بالك هنا جاب لي 3 خطوات، هناك جاب لي خطوه واحده بس. فتعالى كده نرجع مره تانية. تعالى كده بقى نرجع زي ما احنا شايفين قدامنا، وهبدا اختار ايه الاحسن. انا طبعا هختار البي ده، انا عجبني اكتر، البيانات اللي فيه اكتر، فهختار كده بي. هيبدأ يدخلك على الراوند اللي بعديه. خلي بالك عمل لك اكتر من نموذج، لو خدت بالك اكتر من نموذج. فهنا مثلا تعال نشوف النموذج ده عمل لنا ايه، اللي هو السي والدي. كبر كده وشوف النموذج ده. زي ما احنا شايفين جاب لي كل البيانات، نظام إدارة الموظفين، وجاب لي هنا كل البيانات، واعمل تسجيل دخول للموظف. طب تعالى كده نبص على النموذج اللي بعديه. كبر كده شويه. هنا برضو جاب لي البيانات الشخصيه بكتبها، وبعد كده اقول له التالي. زي ما احنا شايفين قدام نكتب اي حاجه عشان بس يكمل معانا، ونقول له التالي. زي ما احنا شايفين جاب لي بيانات التواصل، وبعد كده هيبدا يجيب لي البيانات الوظيفيه والمرفقات والتاكيد. طبعا برضو ده احسن من الاولاني، فانا برضو هختار الدي. زي ما احنا شايفين هاجي اختار كده الدي. هيبدا يدخلك على الراوند الثالث. خلي بالك كده هو بيبدأ ان هو يجمع معلومات عن الحاجة اللي انت عملتها، يعني بيشوف ايه انت ميال لايه اكتر. زي ما احنا شايفين كده. تعالى نخش على الصفحة الاولانية ونشوف نفس الكلام اللي هو بتاع الاولاني خالص. جاب لي نفس الخطوات. وتعالى نشوف الدي، جاب لي برضو نفس الخطوات. انا برضو هختار، ممكن اختار اللي هو البي زي ما احنا شايفين، ونخش على الراوند الرابع. اختار السي، نفس الراوند اللي فات، فهختار منه سي. وكده الراوند الاخير كده هترسي على ايه، او انت كده عاجبك ايه. فانا هختار الهيئه دي. الشكل ده انا حاسه ان هو سهل شويه ما يتوهش، فهختار دي. جاب لك السي والاي والدي والبي. زي ما احنا شفنا كده دول النماذج اللي عملوا لي الحاجه اللي انا طلبتها. 4 نماذج، ودول ال4 نماذج اللي عجبوني اللي جوه الموقع. فهو بيبدأ يعمل لك الحاجة اللي انت عايزها بأكتر من نموذج، بحيث ان انت تختار ايه الافضل بينهم. تعال بقى نرجع نخش على الحاجة اللي بعد كده. نيجي نرجع للصفحة الرئيسية، ونيجي نخش على جيم ديفلوبمنت، يعني انشاء التطبيقات والالعاب. طبعا انت بتكتب البرومت اللي انت عايزه، قم بانشاء لعبة تعليمية لتعليم اللغة الانجليزية للاطفال.
مثلا، وابدا ان انا اعمل ارسال. زي ما قلنا ان هنا بيقدر يعدل لك البرومت، وهنا لو انت عايز ترفع صورة مشابهة للحاجة اللي انت عايز تعملها وتعمل ارسال، ونشوف هيعمل ايه. تعال بقى نشوف العظمة اللي عملها لنا الموقع ده. اضغط كده بقى ايه، جاب لك زي ما احنا قلنا في الاول ان هيجيب لك خمسة راوند بخمسة ذكاء اصطناعي او ادوات ذكاء اصطناعي مختلفة، وانت بتختار بينهم. تعالى كده نجرب حاجة حاجة. جرب دي كده، ارفع، نكبر شوية ونعمل ابدأ اللعبة ونشوف اللعبة دي أصلا إيه. زي ما احنا شايفين كده هنا بيجيب لك الاسم. تعالى كده نسمع. Apple. زي ما احنا شايفين كمان عمل لك نطق، يعني دي حاجة جامدة جدا، وإن هي مجانية فدي حاجة يعني جميلة جدا. فنختار مثلا زي ما احنا شايفين قدامنا، هو بيقول لك اختار الابل. نعمل كونتينيو. بعد كده اختار الشكل ده. تعال نسمع. Ball. بنبدأ نختارها من هنا. طبعا حلوة جدا لو انت عندك طفل او حاجة وعايز تنشئ حاجة زي كده تفاعلية. طب تعال نشوف الاختيار التاني او الحاجة التانية. تعال نكبرها كده ونشوف دي بتعمل ايه، ونقول له ابدأ. هنا اختار، هنا بيقولك اختار حاجة يبدأ يشتغل فيها، مثلا فواكه، حيوانات، الالوان. فتعالى كده نختار فواكه. وهنا بيقعد يقول لك مثلا دي اسمها ايه او دي ايه. تعال نسمع كده. Banana. زي ما احنا شايفينه قدامنا، فنبدأ نحدد. هيبدأ يجيب لك بعد كده تسمع من هنا Apple. وتبدأ تختار من هنا. تمام. تعالى بقى نرجع تاني ونبدأ ان احنا نختار انهي واحدة كانت افضل. فتعالى نختار مثلا ايه، ودي حاجة تانية خالص. فتعالى نكبر برضو نشوف، نقول له ابدأ. Elephant. زي ما احنا شايفين هو بيقرأ الاسم ويجيب لك الشكل، فانت بتختار الكلمة من هنا، Elephant. ويجيب لك كمان Tomato. تفاعل Tomato. زي ما احنا شايفين كده. Tiger. خلي بالك انت بتلم نقاط فوق هنا كده. تعالى نكمل الحاجة للآخر Tiger. ونشوف هيعمل ايه معانا في Ladybug. الآخر. Ladybug. Lion. Lion. Mango. Mango. Crocodile. Crocodile. زي ما احنا شايفين Car. قدامنا Car. كده انت جمعت كل النقاط. بيروح قايل لك مستوى جديد، Rocket. تخش ليفل اصعب يبدأ ان هو يصعبها لك. طب تعالى نجرب التانية ونشوف فيها ايه. انطلق. هنا بتكتب اسمك، بيخليك ان انت مثلا تكتب اسمك بالشكل ده وتبدأ تقول له انطلق، ونشوف هيعمل ايه. اختار حاجة. هنا يقول لك اختار حاجة. طبعا اختار مثلا الفاكهة برضو Bread. زي ما احنا شايفين قدامنا اهو. نفس الكلام. Egg. بيبدأ ان هو يقرأ، وتبدأ ان انت تختار اللي هو بيقوله، وبيبقى فيها ليفلات وتفاعل زي ما احنا شفنا كده. نرجع تاني بقى زي ما احنا شايفين قدامنا، نختار مثلا الراوند اللي هو سي. هيبدأ يجيب لك اشكال تانية برضو زي ما احنا شايفين قدامنا كده اهي. نبدأ نجربها من هنا. دي نفس الاولى ودي تقريبا احنا Mouse. جربناها. تعال نختار السي ونختار من هنا الدي. وزي ما احنا شايفين قدامنا ده اخر حاجة بيقارنك بين الايه والبي. اخر مقارنة انت تختار ايه. فممكن نختار دي. زي ما احنا شايفين احنا اخترنا دي، وجاب لك بقى ايه النماذج اللي عمل 5 نماذج اللي عملوا اللعبة او التطبيق اللي احنا طلبناه منه. نيجي بقى للحاجة اللي بعد كده 3D ديزاين، ودي بتعمل لك حاجات ثلاثي الابعاد. تعالى كده نبدأ نكتب له. انا كتبت له قم انشاء. نكتب كده هنا بإنشاء شكل القمر ثلاثي الأبعاد يمكن التحكم فيه، وقم بشرح بعض أجزاء منه، وقم بإعطاء 3 أسئلة لفهم المكونات. وبعد كده أعمل إرسال. طبعا بتكتب اللي انت عايزه وتستنى نشوف النتيجة بتاعته. زي ما احنا شايفين كده. تعال نبص، جاب لنا كذا نموذج زي ما قلنا في الاول برضو، يعمل لنا 5 راوند. فتعال نبص كده على اول شكل معانا. هيبدأ يعمل لك الشكل اللي احنا شايفينه ده القمر، وهيجيب لك اجزاء القمر، وهيبدأ يجيب لك اختبار فهمك الحاجات اللي هو شرحها فوق. فبيجيب لك اسئلة وانت بتبدأ تجاوب عليها زي ما احنا شايفينه قدامنا. ده اول نموذج. طب النموذج التاني تعال نبص عليه كده بصة. زي ما احنا شايفين هنا جاب لك ان انت تقدر تتحكم في النموذج بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تقدر تتحكم على شكل ال 3D. وجاب لك هنا شوية معلومات، وهيجيب لك تحت هنا أسئلة عن اختبار الفهم بتاعك. تعال بقى نرجع كده زي ما احنا شايفين ونبدأ ان احنا نختار انهي نموذج احسن. طبعا انا هختار النموذج ده لان انا بتحكم فيه. زي ما احنا شايفين 3D ده مش هينفع اتحكم فيه، فهختار النموذج بي. هيبدأ يجيب لك نماذج تانية زي ما احنا شايفينه قدامنا كده، وهيجيب لك الأسئلة اللي احنا زي ما احنا شايفين عملناها. يبدأ يشرح لك شوية حاجات عن القمر، ويجيب لك أسئلة يشوف انت فهمت الشرح ولا لا. نفس الكلام هنا بيقول لك جاري التجهيز سطح القمر. فزي ما احنا شايفين قدامنا انا برضو هختار الشكل ده. انا عاجبني اكتر اصلا. زي ما احنا شايفين نقول له مثلا سي، وهيبدأ ان هو يجيب لك مقارنة ما بين ده زي ما احنا شايفين ده اللي كان بيحمل، وما بين ده. فانا برضو هختار السي زي ما احنا شايفين قدامنا كده. ده لسه برضو بيحمل، فاحنا برضو عادي احنا ممكن نختار
الايه ده الراوند الاخير معانا زي ما احنا شايفين قدامنا، نختار بي راوند بي، ويبدأ يجيب لك الحاجة اللي احنا اخترناها. زي ما احنا شايفين ده الشكل اللي احنا عملناه بثلاث نماذج او 4 نماذج مختلفة، بيجيب لك الحاجات اللي انت اخترتها. ده كده ال 3 دي تقدر تستخدمه على فكرة في اي حاجة، يعني ده مجرد مثال، تقدر تعمل اي حاجة 3 دي. تعالى بقى نخش على الحاجة اللي بعد كده، نيجي للصفحة الرئيسية وهنبدأ نختار الداتا من هنا كده، ودي يبدأ يعمل لنا حاجات رسوم بيانية، تقدر تعمل لوحة تفاعلية، تقدر تعمل حاجات كتير. فتعالى كده نكتب برومت زي ده، انا جبته من شات جي بي تي، صمم لوحة تعليمية باللغة العربية عن الذكاء الاصطناعي بتصميم بسيط وعصري. فطبعا مش هطول عليك، فهبدأ ان انا اعمل ارسال واستنى اشوف النتيجة اللي هيطلعها. تعالى نبدأ نشوف النتيجة. بص كده عمل لي أول نموذج زي ما احنا شايفينه قدامنا، نموذج تفاعلي، أهم الاستخدامات، المميزات، التحديثات. زي ما احنا شايفينه قدامنا كده، ده النموذج اللي هو لوحة تعليمية للطلاب. فتعالى نشوف النموذج التاني. طبعا النموذج التاني أحسن في أهم الاستخدامات، هتلاقي كده في تشارتس تقدر تتحكم فيها، المميزات، التحديات، الحاجات دي كلها. تعالى مثلا نختار النموذج بي ونشوف هيجيب لنا نماذج ايه تاني. نفس الكلام هنا، ده النموذج اهو اللي احنا ده نموذج تاني اهو زي ما احنا شايفين قدامنا. لما بتقف عليه كده تحس ان ايه الحاجات بتتحرك زي ما احنا شايفين كده، ايه سلو موشن او فيها كده سموز. تعالى كده نشوف النموذج اللي بعديه، نفس الكلام، لما بتقف بيبدأ ان هو ايه يعمل معاك شكل. طب انا هختار برضو النموذج اللي هو دي، لان لقيت فيه تشارتس برضو وتحس ان هو تفاعلي اكتر. نشوف النموذج ده ونشوف النموذج ده، برضو نموذج دي افضل منه، نختار دي ونشوف النموذج دي ونشوف النموذج ايه. خلينا مثلا نختار النموذج دي، لان برضو ايه حاسس ان الخط ده مش ماشي مع التصميم. فتعالى نختار سي، وده اخر حاجة معانا. اختار بي ونشوف النهاية. زي ما احنا شايفين بيجيب لك بقى ايه النموذج اللي انت اخترته، وبيجيب لك النماذج اللي هي اتعملت. زي ما احنا شايفين ده النموذج اللي احنا اخترناه بالشكل ده. طبعا تقدر تجيب البريفيو والكودز اللي هي اتعملت منه، يعني تقدر تشوف الكود نفسه او السورس نفسه اللي اتعمل. زي ما احنا شايفين تقدر تعدل، تقدر تاخد الكوبي على اي برنامج للبرمجة وتقدر تعدل على الشكل اللي انت عايزه، ودي حاجة جميلة جدا. عامل لك اهو النسخ، تضغط كده نسخ يبدأ يعمل لك كوبي لكل الاكواد اللي موجودة. نرجع للبريفيو ونلغي كل الكلام ده. تعال بقى نرجع ونشوف الميزة اللي بعد كده. نرجع للصفحة الرئيسية ونختار اليو اي كومبوننت، وهنا ممكن ابدا اقول له كوم مثلا بانشاء صفحة تسجيل دخول، ونبدا نعمل ارسال ونشوف النتيجة. وزي ما احنا شايفين كده عمل لي واجهة تسجيل دخول. هنا مثلا عمل لي الشكل ده، وعمل لي زي ما احنا شايفين حاجة جامدة جدا واحترافية جدا. فتعالى نختار شكل من الاشكال. انا هختار الشكل الاولاني اللي هو ايه، وابدأ ان انا اختار مثلا الشكل التاني اللي هو دي. تعالى كده نكبر ونشوفه هيبقى تمام. ده حلو، وده برضو، وده برضو ايه اللي مش قد كده. خلينا في الايه، تعال نكبر ده ونشوفه. هو غير لي هنا شوية حاجات، لا ده في حاجات تانية احنا برضو ايه المفروض نكبر عشان تبقى ظاهرة معانا. تعال نكبر التانية ونشوف. تمام، خلينا في دي، حسها احترافية اكتر. نكبر دي ونشوف. دي شفناها ودي شفناها تقريبا، شفناها. يبقى نختار، خلينا في السي، وزي ما احنا شايفين كده اخترنا السي. تعال بقى نرجع للصفحة الرئيسية ونبدأ نيجي عند الصور. زي ما احنا شايفين نحدد كده على الصور، ومثلا هنا نقول له ايه، قم بإنشاء مثلا صورة أسد داخل غابة، ونبدأ ان احنا نختار مقاس الصورة اللي احنا عايزينها زي ما احنا شايفين من هنا كده، ونبدأ نبعت ونشوف النتيجة مع بعض. زي ما احنا شايفين كده جاب لي النتيجة الاحترافية دي. هاجي كده اختار الشكل، وليكن مثلا انت اختار شكل A، ومثلا هختار برضو السي، ونختار سي، ونختار بي، ونختار برضو A زي ما احنا شايفين قدامنا كده. وهيبدأ يجيب لك هنا عملها لك بإيه. لو خدت بالك هنا قال لك شات جي بي تي، الصورة اللي عمل الصورة دي شات جي بي تي، وهنا اي اي اسمه كيرا، وهنا هتلاقي برضو نموذج مختلف، وهنا نموذج تاني خالص. فبيجيب لك النماذج اللي عملت الحاجات دي كلها. طبعا تقدر تعمل اي صورة او تنشئ اي صورة انت عايزها. خلي بالك كل ده مجاني لحد دلوقتي، ما دفعناش جنيه في اي حاجة. تقدر طبعا تحمل الصورة اللي انت عايزها من هنا كده، اي صورة انت محتاج تحملها زي ما قلنا من هنا كده. طب تعالى بقى نخش على اللي بعد كده. نرجع للصفحة الرئيسية ونيجي عند اللوجو. طبعا كلنا عارفين، انا مثلا اقول له صمم شعار لشركة توظيف، اقول له مثلا اسمها، هبدأ اكتب اسم الشركة اللي انا عايزه، وابدأ اعمل ارسال واشوف النتيجة اللي هيطلعها لي هتبقى عاملة ازاي. زي ما احنا شايفين كده النتيجة اللي هو طلعها لي. طبعا انت كل ما تكتب تفاصيل اكتر في البرومت كل ما بتطلع شكل احسن. زي ما احنا شايفين مثلا اختار بي وجاب لي اشكال تانية، مثلا اختار دي، ومثلا خلينا انا
عاجبني اللي فيه الوان ده اكتر، وسي، ونبدا نختار سي تاني زي ما احنا شايفين، وهيجيب لك هنا بقى ايه النماذج اللي عملت اللوجو ده، ونبدا نحمل اللوجو من هنا. نرجع للصفحه الرئيسيه نشوف اللي بعد كده. تعالى بقى نخش على الاس في جي والارت. طبعا الفرق بينهم، الاس في جي اللي هي الصور الفيكتور اللي احنا بنستخدمها في الستريتور والحاجات دي. فتعالى كده نبدا نقول له ايه، قم بانشاء صوره عن اهرامات الجيزه بمصر وتكون ملونه، ونبدا نعمل ارسال ونشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. زي ما احنا شايفين كده جاب لي الصور الفيكتور اللي انا هقدر استخدمها. تبدا بقى تختار الشكل المناسب ليك، ولكن مثلا نختار مثلا بي، هنا مثلا نختار سي، وهنا بي برضو. طبعا تقدر تعمل اي صوره تانية فيكتور، مش شرط دي ده مجرد مثال. هنختار ايه وسي زي ما احنا شايفين، يبدا يجيب لك كل بقى ايه النموذج اتعمل ازاي. تعالى نرجع بقى للصفحه الرئيسيه ونجرب الارت. طبعا الحاجات دي الارت ده قديم جدا. تعالى كده نكتب اي حاجه، مثلا اكتب كلمه مثلا احمد على شكل الاي اس سي الارت، ونقول له ارسال ونشوف هيطلع لنا النتيجه عامله ازاي. طبعا الحاجات دي قديمه جدا، يعني استخداماتها دلوقتي ما بقتش كتير او ما بقتش زي الاول. زي ما احنا شايفين كده ده شكل الارت اللي احنا بنقول عليه. فتعالى اختار مثلا، اختار بي، وهنا مثلا دي، وهنا هختار بي، وابدا اختار مثلا هنا خلينا في الاي والدي زي ما احنا شايفين قدامنا. وهيجيب لك النماذج الجيميناي اهو، زي ما احنا شايفين جيميناي هو اللي عمل الصوره دي، وهيجيب لك كذا نموذج من اللي عملوا الشكل ده. تعال بقى نرجع للصفحه الرئيسيه ونشوف الميزه اللي بعد كده. زي ما احنا شايفين ده بيحول لي الكلام لصوت. لو ضغطت كده عليه مثلا هقول له اكتب حول كلمه لا تنسى الاشتراك في القناه الى صوت، وابدا اعمل ارسال واشوف النتيجه. لا تنسى الاشتراك في القناة. زي ما احنا شايفين لا تنسى قدامنا الاشتراك في القناة. جاب لك الجمله اللي انت كتبتها. فبتبدا ان انت تختار بقى زي ما احنا قلنا الايه، انا هختار الايه بالشكل ده، وابدا ان انا ايه احمل الجمله من هنا كده او الصوت من هنا كده. تعال نرجع بقى للصفحه الرئيسيه ونشوف اللي بعد كده. تعال بقى نخش لاخر حاجه معانا في الفيديو اللي هي موبايل ابس، ونبدا نقول له مثلا قم بتصميم تطبيق تسجيل، تطبيق مثلا بسيط لتسجيل حضور وانصراف للموظفين مثلا، وابدا ان انا ايه اعمل ارسال. خلي بالك هنا في حاجه مهمه، تقدر من هنا تعمله ايفون واندرويد، وتقدر من هنا تعمله اندرويد بس. فانت لو عايزه الاتنين بتعمله هنا كده وتبدا تقول له ارسال، ونستنى نشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. زي ما احنا شايفين كده جاب لي نظام او تسجيل حضور والانصراف الذكي زي ما احنا شايفين عن طريق او شكل تطبيق بالشكل ده. يعني زي مثلا الاداره، الهندسه، التسويق، الموارد البشريه، الماليه، كل القوائم اليوميه. وبعد كده جايب لك تحليل كده او ملخص اليوم، وتقدر ان انت تعمل ايه تسجيل حضور وانصراف. ده التطبيق اللي انا كتبته له. طبعا هنا لو جيت عند الكود هيبدا يجيب لك الاكواد او السورس زي ما احنا متعودين. هنا ممكن نكبر الشكل شويه علشان يبقى ظاهر معانا، وكتب لي فوق اهو نظام الحضور مكتب الذكاء الاداري زي ما احنا شايفين قدامنا نظام. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم.